السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى راجعه لكم بفيديو تحفه. بقالي كتير ما نزلتش حاجه، وان شاء الله هبتدي اهتم بالقناه وانزل لكم بقى من المطبخ بتاعي المتواضع. باذن الله ان شاء الله كل حاجه جميله. ان شاء الله نبقى مع بعضينا باذن الله. وان شاء الله اعمل لكم الجديد. كل ما اعمل حاجه انزلها ان شاء الله، بس يبقى في تشجيع كده ونشجع بعض باذن الله. وربنا يبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم يا رب. وان شاء الله ان الفراخ النهارده تعجبكم. صدور فراخ تحفه، طريقه جميله اللي بيعملوا دايت واللي ما بيعملوش دايت. هي طريقه حلوه قوي والتتبيله جميله جميله جدا. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، انا جبت كيلو صدور فراخ متقطعه، بس مش متقطعه رفيع، متقطعه تخينه شويه، يعني مش زي البانيه، عشان انا بحب لما اشويها ما تنشفش مني. اهو بصوا اهو، ما تستغربوش حاطه حنه في ايديا. كان فرح ابني عقبال ولادكم الجمعه اللي فاتت. ربنا يفرح قلبه ويسعده يا رب، هو ومراته. حبايب قلبي، عقبال ولادكم يا رب وتفرحوا بوهم ان شاء الله ويسعد قلبكم يا رب باذن الله. ده كيلو بانيه جبته. قلت للراجل قطعهولي تخين شويه ما يبقاش رفيع. غسلته بالليمون وبالدقيق وصفيته لما اتاكدت ان ما فيهوش ميه خالص. نبتدي بقى نعمل التتبيله. بصوا بقى، هنا عندي معلقه اسمه ايه ده يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زعتر، نسيت اسمه معلش. دي معلقه زعتر جبلي. بصوا تحفه، كنت جايباه من العتبه، جميل قوي وريحته جباره. معلقه زعتر كبيره، معلقه ملح صغيره، رشه شطه يعني ديت مش اجباري، يعني للي ليه مزاج الحاجه تبقى حراقه بسيط. ربع معلقه شطه، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه بابريكا كبيره، معلقه سكر. معلقه سكر بتعدل الطعم، وانت بتشوي بتدي يعني بتدي كده جمال للفراخ، وبتدي لون بني كده حلو قوي. وعندي ليمونه هنبشرها من بره، ناخد القشره بتاعتها وبعدين ناخد العصير بتاعها. عندي توم مفروم، هناخد نص معلقه توم مفروم انا شايلاه في الفريزر. وعندي زيت زيتون، اللي ما عندوش زيت زيتون يستعمل زيت عادي مفيش مشكله. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنتبل واحنا مع بعض اهو. هنحط كل البهارات اللي احنا قلنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط معلقه الثوم اهي، مش مليانه قوي. وهبشر الليمونه وارجع لكم. نسيت اقول لكم بقى، انا عصرت دلوقتي بشر القشر الليمونه اهو، وعصرت الليمونه نفسها. وفي معلقه بهارات فراخ اهي من عند العطار، تحفه، بتخلي الصدور طعمها حلو قوي. نحط بقى حبه زيت زيتون اهو، بس مش كتير، معلقتين كده. وبعدين نتبل الفراخ كلها بقى، نحطها على التتبيله ونقلبها بقى كويس جدا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. التتبيله دي روعه فوق الخيال، عشان حمات ابني كمان تشوفها بتحب التتبيله دي قوي. حمات ابني جميله واميره وطيبه، رزق ابني. هي بنت عمتي كمان مش غريبه، حبيبه قلبي اهو. بصوا جميله، مش قادره اوصف لكم بقى الريحه عامله ازاي اهي، حلوه قوي. هنسيبها نص ساعه وهنشويها مع بعض، وهوريها لكم بعد ما نشويها كمان، هيبقى شوفوا شكلها عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، بعد ما سيبناها كده نص ساعه هنشوي مع بعض. حتى الطاسه التيفال اهي، هنحط فيها كده نقطتين زيت، يعني مش كتير، بتاع معلقه اهو. وهنبتدي نشوي على نار هاديه. احنا كده الطاسه سخنت، يعني نار وسط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوي الكميه اللي احنا عايزينها، والباقي هنخليها في التلاجة في علبه كل ما نعوز نشوي اهو. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله.
مش قادره اوصف لكم بقى الريحه عامله ازاي، ريحه بشر الليمون مع ريحه الزعتر مع ريحه بهارات الفراخ تحفه اهو. مش هنشوي بقى اكتر من كده، نشوي الكميه اللي احنا عايزينها ونخليها في علبه في الثلاجه، وقت ما نعوز نشوي ما بيجرالهاش حاجه، بتقعد اسبوع على رف الثلاجه. والجو الشتا كمان حبه سلطه جنبها او حبه خضار سلطه مقطع جنبها وبألف هنا وشفا. عايزين تعملوا جنبها شويه رز بسمتي يعملوا براحتكم يعني اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه، حتى الريحه جباره. علقوا قولوا لي رايكم ايه في الفراخ الروعه دي اللي عملتها ام يوسف الشاطره. ان شاء الله نفضل كده ننزل حاجات وننتبه للقناه شويه عشان انا اهملت فيها بصراحه الايام اللي فاتت اهو. هقطع الفراخ عبال ما هقطع الخضار عبال ما الفراخ تستوي. بصوا يا حبايبي قطعت شويه خضار كده سلطه، وهنا الفراخ اتشوت. شايفين الشكل الجميل التحفه ده؟ شايفين اهو، ولا الا الريحه بقى والطعم اهو يا حبايبي. هنطلع بقى الفراخ كده كفايه، ما بتاخدش سوا اهي. ايه بصوا يا حبايبي خلصنا الفراخ المشويه التحفه، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شوفوا الطبق ده، لو انتوا جبتوه من بره او انتوا اشتريتوه جاهز هتكلفوه قد ايه؟ احنا ما كلفناهوش اي حاجه وزوقناه بشويه خضار، ودي وجبه كامله ما شاء الله بألف هنا وشفا. وشوفوا رايكم ايه وقولوا لي. حكايه تحفه بسم الله ما شاء الله عليه اهو، بألف هنا وشفا حبايبي. ولو عجبكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبعافيه. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى راجعه لكم بفيديو تحفه، بقالي كتير ما نزلتليش حاجه، وان شاء الله هبتدي اهتم بالقناه وانزل لكم بقى من المطبخ بتاعي المتواضع باذن الله. ان شاء الله كل حاجه جميله، ان شاء الله نبقى مع بعضينا باذن الله. وان شاء الله اعمل لكم الجديد، كل ما اعمل حاجه انزلها ان شاء الله، بس يبقى في تشجيع كده ونشجع بعض باذن الله. وربنا يبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم يا رب. وان شاء الله الفراخ النهارده تعجبكم، صدور فراخ تحفه، طريقه جميله اللي بيعملوا دايت واللي ما بيعملوش دايت، هي طريقه حلوه قوي والتتبيله جميله جميله جدا. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى انا جبت كيلو صدور فراخ متقطعه، بس مش متقطعه رفيع، متقطعه تخينه شويه، يعني مش زي البانيه، عشان انا بحب لما اشويها ما تنشفش مني اهو. بصوا اهو، ما تستغربوش حاطه حنه في ايديا، كان فرح ابني عقبال ولادكم الجمعه اللي فاتت، ربنا يفرح قلبه ويسعده يا رب هو ومراته. حبايب قلبي عقبال ولادكم يا رب، وتفرحوا بوهم ان شاء الله ويسعد قلبكم يا رب باذن الله. ده كيلو بانيه جبته، قلت للراجل قطعه لي تخين شويه ما يبقاش رفيع. غسلته بالليمون وبالدقيق وصفيته لما اتاكدت ان ما فيهوش ميه خالص. نبتدي بقى نعمل التتبيله. بصوا بقى هنا عندي معلقه اسمه ايه ده يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، زعتر، نسيت اسمه معلش. دي معلقه زعتر جبلي، بصوا تحفه، كنت جايباه من العتبه، جميل قوي وريحته جباره. معلقه زعتر كبيره، معلقه ملح صغيره، رشه شطه يعني ديت مش اجباري، يعني للي ليه مزاج الحاجه تبقى حراقه بسيط. ربع معلقه شطه، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه بابريكا كبيره، معلقه سكر، معلقه سكر بتعدل الطعم، وانت بتشوي بتدي يعني بتدي كده جمال للفراخ وبتدي لون بني كده حلو قوي. وعندي ليمونه هنبشرها من بره، ناخد القشره بتاعتها وبعدين ناخد العصير بتاعها. عندي توم مفروم، هناخد نص معلقه توم مفروم انا شايلاه في الفريزر. وعندي زيت زيتون، اللي ما عندوش زيت زيتون يستعمل زيت عادي مفيش مشكله. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنتبل واحنا مع بعض اهو. هنحط كل البهارات اللي احنا قلنا عليها، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط معلقه الثوم اهي، مش مليانه قوي،
وهبشر الليمونه وارجع لكم. نسيت اقول لكم بقى، انا عصرت دلوقتي قشر الليمونه اهو، وعصرت الليمونه نفسها، وفي معلقه بهارات فراخ اهي من عند العطار، تحفه، بتخلي الصدور طعمها حلو قوي. نحط بقى حبه زيت زيتون اهو، بس مش كتير، معلقتين كده. وبعدين نتبل الفراخ كلها بقى، نحطها على التتبيله ونقلبها بقى كويس جدا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. التتبيله دي روعه فوق الخيال، عشان حمات ابني كمان تشوفها بتحب التتبيله دي قوي. حمات ابني جميله واميره وطيبه، رزق ابني، هي بنت عمتي كمان مش غريبه، حبيبه قلبي اهو. بصوا جميله، مش قادره اوصف لكم بقى الريحه عامله ازاي اهي، حلوه قوي. هنسيبها نص ساعه وهنشويها مع بعض، وهوريها لكم بعد ما نشويها كمان، هيبقى شوفوا شكلها عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، بعد ما سيبناها كده نص ساعه هنشوي مع بعض. حتى الطاسه بتفال اهي، هنحط فيها كده نقطتين زيت، يعني مش كتير، بتاع معلقه اهو. وهنبتدي نشوي على نار هاديه. احنا كده الطاسه سخنت، يعني نار وسط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوي الكميه اللي احنا عايزينها، والباقي هنخليها في التلاجة في علبه، كل ما نعوز نشوي اهو. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. قادره اوصف لكم بقى الريحه عامله ازاي، ريحه بشر الليمون مع ريحه الزعتر مع ريحه بهارات الفراخ، تحفه اهو. مش هنشوي بقى اكتر من كده، نشوي الكميه اللي احنا عايزينها ونخليها في علبه في التلاجة، وقت ما نعوز نشوي. ما بيجرالهاش حاجه، بتقعد اسبوع على رف التلاجة. والجو الشتا كمان، حبه سلطه جنبها او حبه خضار سلطه مقطع جنبها، وبألف هنا وشفا. عايزين تعملوا جنبها شويه رز بسمتي، يعملوا براحتكم يعني اهو. بسم الله ما شاء الله، تحفه، حتى الريحه جباره. علقوا قولوا لي رايكم ايه في الفراخ الروعه دي اللي عملتها ام يوسف الشاطره. ان شاء الله نفضل كده ننزل حاجات وننتبه للقناه شويه، عشان انا اهملت فيها بصراحه الايام اللي فاتت اهو. هقطع الفراخ عبال ما هقطع الخضار عبال ما الفراخ تستوي. بصوا يا حبايبي، قطعت شويه خضار كده سلطه، وهنا الفراخ اتشوت. شايفين الشكل الجميل التحفه ده؟ شايفين اهو، ولا الا الريحه بقى والطعم اهو يا حبايبي. هنطلع بقى الفراخ كده، كفايه، ما بتاخدش سوا اهي. بصوا يا حبايبي، خلصنا الفراخ المشويه التحفه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شوفوا الطبق ده، لو انتوا جبتوه من بره او انتوا اشتريتوه جاهز هتكلفوه قد ايه؟ احنا ما كلفناهوش اي حاجه، وزوقناه بشويه خضار، ودي وجبه كامله ما شاء الله، بالف هنا وشفا. وشوفوا رايكم ايه وقولوا لي. حكايه تحفه، بسم الله ما شاء الله عليه اهو، بألف هنا وشفا حبايبي. ولو عجبكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.